انا بفطر لانشون كل يوم من ساعة ما انضميت للفريق الطبي في مستشفى لعلاج الأورام، وأنا بشوف حاجات ما كنتش أتخيلها قبل كده. آلاف الناس بتيجي المستشفى مصابين بسرطان المعدة والقولون والبنكرياس، والموضوع ده مش بس لكبار السن، أنا شفت شباب في العشرينات والثلاثينات مصابين بنفس الأمراض. ففي مرة كنت بتكلم مع مريض عنده سرطان القولون، بسأله عن العادات أو الأكلات اللي دايما متعود عليها، وقال لي أنا بفطر لانشون كل يوم. الجملة دي فضلت ترن في وداني وخلتني أبدأ أدور ورا الموضوع، وأعتقد إن الموضوع ده مش جديد. أنا من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا أسمع إن اللانشون ده مليان أمراض وبيتعمل من الفئران، واساطير كتير كده سمعتها. هل فعلا اللانشون واللحوم المصنعه ما فيهاش لحوم اصلا؟ وهل ممكن اللانشون يكون ليه علاقه بالسرطان ولا ده كلام اشاعات؟ تعالى اجاوبك على كل الاسئله دي، بس اعمل لايك واشتراك في القناه ويلا بينا نكمل. اللانشون يعتبر من اسهل وارخص اللحوم المصنعه اللي بنشوفها في السوق، وبيبقى خيار سهل لكتير من الناس في الفطار او سندوتشات المدرسه. اللحوم المصنعه زي اللانشون والسجق والسوسيس مش مجرد لحوم عاديه، دي لحوم اتضاف لها مواد حافظه عشان تزود مده صلاحيه وتفضل فتره اطول في الثلاجه بنفس طعمها وريحتها. واحده من اهم المواد دي النترات ونيتريت الصوديوم، والماده دي بتحافظ على الطعم واللون الوردي وبتمنع نمو البكتيريا. المشكله ان المواد دي لما تدخل جسمنا بتتفاعل في المعده مع الاحماض الامينيه وبيتحول لمواد تانية اسمها النيتروزامين، والنيتروزامين هي ماده مسرطنه من المجموعه الاولى، وهي نفس الفئه اللي فيها التدخين. وده ناتج من مجموعه ابحاث من الوكاله الدوليه لابحاث السرطان التابعه لمنظمه الصحه العالميه. ونتيجه البحث بتقول ان استهلاك شريحتين من اللحوم المصنعه او اللانشون بصوره يوميه بيزود فرصه الاصابه بسرطان القولون والمستقيم بنسبه 18%، ودي نسبه كبيره طبعا. مش بس كده، كمان عند طبخ اللحوم دي بدرجه حراره عاليه بتكون مواد تانية مسرطنه. لكن المشكله مش بس في المواد الحافظه، كمان اللانشون مليان دهون مشبعه مش صحيه وكميات عاليه من الصوديوم، ودي بتاثر على الضغط والقلب والاوعيه الدمويه وبتساهم في امراض مزمنه كتير زي السكر من النوع الثاني. وعلى فكره التقارير دي ما اتعملتش على اللانشون العادي اللي بنشتريه من السوبر ماركت، ده اتعمل على افضل انواع اللانشون المطابق للمواصفات القياسيه، واللي بيبقى فيه لحمه فعلا مش زي اللي احنا بنجيبه واللي مش عارفين اصلا هي معموله من ايه. طيب لو بتحب اللانشون ومش قادر تستغنى عنه، تعال اقول لك على خطوات بسيطه تقدر تعملها وتقلل من الضرر. اول حاجه مهم جدا تعرف تقرا مكونات المنتج قبل ما تشتريه، ونتجنب اللي فيه مواد حافظه كتير خاصه النترات والنيتريت. ولو مش عارف ازاي تقرا مكونات المنتج هتلاقيني شرحه لك في فيديو في الاي اللي فوق هنا او اللي هنا. ثاني حاجه نمنع او نقلل استهلاك اللحوم المصنعه، ونجرب بدائل صحيه اكتر زي اللحوم والدواجن والاسماك، او حتى بدائل نباتيه زي المكسرات. ونصيحه مهمه للاهل، لو عندك اطفال خليك حريص جدا على نظامهم الغذائي، لان العادات الغير صحيه بتتكون من وهم صغيرين، واللانشون واللحوم المصنعه مش لازم تبقى من نظامهم اليومي. اللانشون مش بس طعمه حلو وسهل التحضير، لكنه كمان ممكن يكون سبب في تدمير خلايا جسمك ويعرضك لامراض خطيره. والخطر مش بيجي من مره او مرتين اكلت فيهم لانشون، الخطر الحقيقي بيجي من الاعتماد عليه بشكل يومي بكميات كبيره. عشان كده منظمه الصحه العالميه قالت لك ما تعتمدش عليه ويكون اكله حاله نادره، وما يكونش اعتمادك عليه يوميا لان هي بتهدد حياتك على المدى الطويل. الوعي والاختيار الصحي هو سلاحنا للحفاظ على صحتنا وصحه اولادنا. لو عايز تعرف اكتر عن الاكلات المصنعه والخطيره اكتب لنا في الكومنتات، واوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.